بيبدأ فيلمنا في المكسيك وبالتحديد في فترة التمانينات، ووقتها بنشوف اتنين صحاب داني وهانتر قاعدين في مطعم بيتغدوا، وفجأة بيعدي موكب لشخصية حكومية، وساعتها بنشوف داني وهانتر بيراقبوه مستعدين، وفجأة بتنفجر عربية من الموكب، وهانتر بسرعة بيكسر بعربيته قدام الموكب وبيطلع الرشاش وبيبدأ يضرب نار من غير تردد، ورجالة الوزير بيحاولوا يهربوا لكن داني بيضرب عليهم نار وبسرعة بيفتح باب العربية وبيقتل الحراس، وساعتها الوزير بيطلع سلاحه بس داني بسرعة بيقتله، لكن داني بيتصدم لما بيلاقي طفل صغير في العربية فبينزل سلاحه، لكن واحد من البوليس بيضربه، وقتها هانتر بيشوفه وبيجري يسنده وسط الضرب، وفي اللحظة الحرجة دي بيظهر صاحبهم التالت بعربيته وهم بيركبوا بسرعة والعربية بتطير بيهم بأقصى سرعة. بعدها بنرجع نشوف داني وعدت سنة على عملية المكسيك والراجل تاب وعايش حياة هادية، وفجأة بيوصل لظرف بيلاقي جواه صورة لهانتر وهو مخطوف، وبنلاقيه بعدها في عمان بيقابل جوردن اللي كان بيشغلهم زمان. وقتها جوردن بيقوله ان في شيخ عرض على هانتر صفقة بفلوس كبيرة مقابل عملية، بس هانتر حاول يهرب ولازم تنفذ العملية دي بداله. بعدها بنشوفه داخل على الشيخ، راجل كبير هيبته قوية بس نظراته مليانة وجع. الشيخ بيقول له ولادي التلاتة اتقتلوا في الحرب واللي قتلهم رجالة القوات السرية الإنجليزية، أنا عايزك تقتلهم واحد واحد. بعدها بيروح لهانتر وأول ما بيشوفه بيقول له ما تقلقش أنا هخرجك من هنا، وفجأة الباب بيتفتح وبيدخل حارس ومعاه كوباية مية. داني بيضربه وبيوقعه على الأرض وبيخبط على الباب كأنه بيطلب حاجة، وأول ما الحارس بيفتح بيهجموا عليه وبياخدوا سلاحه وبيبدأ الهجوم، والرصاص بيملى المكان والدنيا بتولع، وداني وهانتر بيحاولوا يهربوا لكن هما بيطلعوا بيلاقوا ابن الشيخ بخيت ورجالته واقفين قدامهم، وللأسف داني ما بيقدرش ينقذ هانتر. بعد اللي حصل بنشوف داني في باريس قاعد مع ديفيز وماير زمايله القدام. ساعتها داني بيقول لهم انا محتاج مساعدتكم، دي مسألة حياة او موت، ومن غير كلام كتير الاتنين بيوافقوا. بنرجع بعدها لعمان وبنشوفهم بيراقبوا الضابط هاريس، في نفس الوقت الكاميرا بتنقلنا لداني في بيت هاريس وهو بيجهز المكان للعملية. بعدها في انجلترا بنشوف ديفيز قاعد في بار مع ضابط علشان يعرف مكان باقي المستهدفين، لكن وقتها واحد بيشك فيه وبيبلغ ضابط كبير في القوات السرية اسمه سبايك. بعدها بنشوف سبايك قاعد في اجتماع مع رؤسائه وبيحكي لهم عن ديفيز واللي اكتشفه، وساعتها بيقولوا له يخلص الموضوع من غير ما حد يعرف. وبعدها في بيت هاريس كل حاجة بتبان عادية، داني وماير بيجهزوا المكان للقاء صحفي معاه، وفجأة داني بيطلع المسدس على هاريس وماير بيكتفه بسرعة. وقتها داني بيقول له احنا عايزينك تعترف انك كنت السبب في اللي حصل في عمان. هاريس في الأول بيستغرب لكن لما داني بيضغط عليه بيعترف، وداني بيسجل كل كلمة بيقولها. بعدها بياخدوه على الحمام علشان ينهوا الموضوع، وفجأة مرات هاريس بتظهر قدام الباب. ساعتها داني بيتوتر وبيخرج يشوفها، لكن جوه الحمام ماير كان خلص كل حاجة. بعدها بنشوف ديفيز رايح يقابل رسام كان في حرب عمان وبيحاول يطلع منه أسماء باقي الضباط، لكن الراجل بيشك فيه وبيروح يكلم سبايك، بس قبل ما يكمل المكالمة ديفيز بيخلص عليه في لحظة. اللقطة اللي بعدها بنشوف ديفيز بيراقب الضابط الجديد، وقتها سبايك بيبقى قاعد مع واحد من رجالته وبيطلب منه يأمن الضابط كريج علشان هيقتلوه. بعدها بنشوف داني في مستشفى عامل نفسه دكتور وبياخد دواء من المعمل وكله تمام لحد ما بيخرج من الباب. ساعتها بيشوف سبايك وبيعرفه، وسبايك بيبدأ يجري وراه، وداني بيركب العربية بسرعة والمطاردة بتولع في الشارع، لكن داني بيقدر يفلت منه وبيدخل جوه المستشفى، بس سبايك مش بيسيبه وبيدخل وراه، وفجأة داني بيظهر من العدم وبيضربه بقوة، لكن سبايك بيصد الضربة بسرعة وبيكسر بداني الإزاز. ساعتها داني بيضربه كذا ضربة لحد ما يقلبه على الأرض، بس سبايك بيلاقي سكينة وبيهجم عليه. داني بيصد السكينة وبيضربه لكن سبايك ما بيستسلمش وبيكسر إزاز على دماغه وبيفضل يضرب فيه، لكن داني بيفاجئه بضربة جامدة تحت الحزام بتوقعه على الأرض. وساعتها بيدخل مساعد سبايك وبيحاول يهجم على داني لكنه بيخلص منه في ثواني وبيهرب من المكان. بعدها بيظهر ديفيز راكب في عربية قدام مبنى القوات السرية، وفجأة بيخرج داني لابس زي القوات بالظبط وبيدخل المكان كأنه واحد منهم. وجوه المقر في الكافيتيريا بنشوف كريج قاعد بيشرب قهوته، وداني بيقعد جنبه وبسرعة بيحط له الدواء في الكوباية من غير ما حد يحس. بعدها بنشوفهم ماشيين في الجبل وفجأة كريج بيحس بدوخة وبيقع على الأرض. بعدها بنروح على عمان وساعتها بنلاقي الشيخ وهانتر بيشوفوا الفيديو اللي صوره داني لكريج،
وهو بيعترف انه قتل ابن الشيخ. وبعد كده بنشوفهم متجمعين وبيدخل عليهم جوردن وبيقول لداني انه لازم يخلص العملية دي بسرعة، وبيديله اسم الضابط التالت اللي بيكون اللواء مكان. وبعدها بنشوفهم بيخططوا للعملية وداني بيشرح لهم كل تفصيلة هيعملوها. وبنوصل للعملية التالتة. الضحية المرة دي هو اللواء مكان ماشي رايح شغله الصبح، ووراه مساعد سبايك بيأمنه. وفي نفس الوقت داني ورا عربية ماك، وماير مع جاك ماشيين ورا عربية بنزين رايحة لنفس الطريق. ساعتها ماير بيطلع جهاز التحكم وبيدوس كذا زرار والعربية بتبدأ تغير طريقها. وقتها اللي هو بيشوفها جاي عليه بسرعة فبيحاول يهرب، لكن ماير بيغير الاتجاه وبيقفل عليه الطريق والعربيتين بيخبطوا في بعض والدم بيطرطش على العربية داني. وقتها مساعد سبايك بيشوف جاك وماير ومن غير تفكير بيجري وراهم وبتبدأ المطاردة ما بينهم. وفجأة جاك بيفرمل والاتنين بينزلوا من العربية وماير بيرفع السلاح، لكن المساعد بيهجم عليهم والمسدس بيقع من ماير. وقتها المساعد بيبدأ يخنقه بكل قوته. ساعتها جاك بيمسك المسدس وبيضرب على المساعد، لكن للأسف الرصاصة بتعدي من جسمه وبتيجي في ماير. بعدها بنشوفهم قدام جثتين ماير والمساعد. داني بيتعصب على جاك وهيضربه، بس ديفيز بيهديه وبيقول له ده نصيبه. ساعتها بيقول له داني احنا كده خلصنا مهمتنا، وبيودعوا بعض وبيمشوا. بعدها بنشوف ديفيز في فندق بيحجز أوضة، لكن المفاجأة إن مدير المكان شغال مع سبايك وبيبلغوا إن ديفيز موجود هناك. بعدها بيوصل رجالة سبايك وبيمسكوا ديفيز وبيحاولوا يحطوه في العربية، لكن ديفيز بيضرب واحد منهم وبيهرب وهم وراه لحد ما بيوصلوا لطريق العربيات. وبيحاول يوقف عربية لكنه ما بيقدرش، وفجأة بتظهر مقطورة كبيرة وبتخبطه وما بتسيبش فيه أي حتة سليمة. بعدها بنشوف سبايك بيفتح باب بيته وفجأة بيلاقي داني رافع السلاح في وشه وبيسأله عن ديفيز، فبيقول له سبايك اتكل. وقتها داني بيتعصب وبيقول له انت قتلت صاحبي، فبيزعق فيه سبايك وبيقول له هم كمان كانوا صحابي. ووقتها داني بيهدده انه لو ما سابوش هيوصلها ليهم وبيسيبه ويمشي. بعدها بنشوف داني عند الشيخ بيسلمه الاعتراف التالت، وبكده بيخلص مهمته والشيخ بيوفي بعضه وبيسلمه هانتر. بعدها بنشوف داني راجع استراليا لحبيبته أنا وبيعتذر لها وبيتفاجئ لما بتسامحه وبيبان ان الدنيا هتضحك له. لكن فجأة بيجيله تليفون يقلب الدنيا بيقول له انه قتل واحد غلط ولازم يقتل واحد تاني، ولو ما عملش كده حبيبته هتموت. فبيقفل بسرعة وبيطلع يطمن على أنا وبيلاقي رصاصة جنب دماغها فبيصحيها بسرعة وبيقول لها لازم تيجي معايا باريس، حياتنا في خطر. وفي باريس بيقابل هانتر وبيطلب منه يحمي أنا لغاية ما يخلص مهمته في لندن. وبعدها بيوصل عشان يقابل بخيت، وأول ما بيدخل بيضرب في رجالته واحد ورا التاني. بعدها بيدخل بعصبية عليه وبيرمي قدامه الرصاصة. ساعتها بيقول له بخيت لازم يقتل صاحب الكتاب لأنه اعترف وهارس ما عملش حاجة. وقتها داني بيتعصب وبيمسكه من رقبته علشان خلاه يقتل واحد بريء، لكنه بيمسك نفسه وبيمشي. بعدها بيوصل داني لجوردن وبياخد منه معلومات عن الضابط رالف وبيقول له انه هيعمل المهمة دي لوحده، لكن المفاجأة ان سبايك كان بيتنصت وعرف الخطة كلها. بعدها بنشوف سبايك مع رجالته بيسلمهم السلاح، وبعد كده بنشوف سبايك قاعد مع رالف وبيأمنه. وساعتها داني بيوصل للمكان، وأول ما بيوصل للباب بيحصل انفجار بيطيره، وبسرعة سبايك ورجالته بيجروا على المكان. لكن المفاجأة لما بيشيلوا الخوذة بيلاقوا جاك وداني ضحك عليهم. ساعتها داني بيدخل على رالف وبيضربه بالنار في رجله وبينيمه بظهر المسدس وبيخلص عليه بسهولة وبياخد صور الجثة للشيخ. وقتها سبايك بيجري بأقصى سرعة عشان يلحقه، وداني بيهرب وسبايك وراه بيضرب نار. داني بيفضل يجري بس بيتحاصر وبيقرر ساعتها يخاطر وينط من فوق السطح وبينجح ويكمل جري وسبايك وراه. بعدها داني بيتزنق تاني وبيقرر ينط نطة أصعب ويفلت من الموت بأعجوبة، لكن سبايك بيقبض عليه. وبعدها بنشوف سبايك عند رالف وبنتفاجئ إن رالف لسه حي. بعدها بنشوف داني متكتف قدام سبايك وهو بيسأله عن اللي يعرفه، وداني بيستفزه فسبايك بيرفع المسدس وبيضربه برجله، وداني بيقول له قتلني وهيجوا وراكم وسيبوني اسلم الكاميرا وهتقدر تحمي رالف. سبايك بياخد الكاميرا وبيطلع، لكن بره بيلاقي واحد بيثبته وبيرجعه للأوضة وبيقول لهم انه تبع الحكومة وان اللعبة دي لازم بريطانيا تستفيد منها، وان موت الضابط وموتهم قصاد البترول حاجة بسيطة للبلد. ساعتها داني بيهجم على العميل وبيضرب سبايك، وفي نفس الوقت بيوقع العميل على الأرض وبيضربه بالرجل. وبعدها بيهجم على سبايك وبيضربه، لكن العميل بيحاول ياخد المسدس وداني بسرعة بيضربه. سبايك بيحاول يخنقه ويرميه على الأرض، لكن داني بيقوم بسرعة وبيوقعه وبياخد الكاميرا. وقتها المسدس بيبقى ما بينهم هما التلاتة، لكن سبايك أسرع وبياخد المسدس وبيقتل العميل وبيضرب على داني، لكن داني بينط من الشباك وبيهرب. وعلى الناحية التانية في باريس بنشوف أنا بيراقبها جوردن ومعاه واحد علشان يخطفوها، وساعتها بيظهر هانتر وراها
فبيروح جوردن وبيفضل مساعده مستني هانتر، لكن هانتر بيطلع اذكى منه وبكل سهولة بيخلص عليه. وبعد كده بيشوف هانتر أنا ووراه جوردن، فبيطلع مسدسه وبينشم بكل دقة في رجل جوردن وبيخليش أنا تحس بأي حاجة. بعدها بنشوف سبايك في عمان عند بخيت والشيخ، وبيقول لهم إن داني ما قتلهوش وهو لسه حي وكل حاجة هتخلص دلوقتي، وبيطلع السكينة ويقتله وبيقول لبخيت اللي انت عايزه. حصل ساعتها بخيت بيتعصب وبيقول له أنا مش عايز أرجع للصحراء ومفيش بترول هتاخده، ووقتها بخيت بيدي سبايك الفلوس ويمشيه. بعدها قدام بيت الشيخ بنشوف داني واقف وبيشوف سبايك خارج وبيجري وراه هو ورجالة الشيخ، وساعتها بيركب هو وهانتر وبيجروا وراه والمطاردة بتولع على الطريق. داني بيخبط عربية رجالة الشيخ وهانتر بينزل وبيضرب نار عليهم وبيعطلهم، وبعدين بيفضلوا ورا سبايك، وأول ما بيوصل جنبه هانتر بيضرب نار على الكاوتش وبتقف العربيتين وبينزلوا. ساعتها سبايك بيقوله انه قتل الشيخ وان بخيت مش عايز يرجع الصحراء وهيوقف العقود. هانتر بيطلع شنطة الفلوس وبيفتحها وداني بيقوله ارميها، وهانتر بيقوله دول شوية مصاريف وبس. بعدها داني بيقول لسبايك انا اللعبة خلصت بالنسبة لي فياريت ما تجيش ورايا، وساعتها سبايك بيقول له هبقى ازورك، وداني بيلف وبيقول له هستناك. وفي النهاية بنشوف أنا ماشية في شوارع باريس وفجأة عربية بتوقفها وجواها داني وبيقولها تعالي معايا، وهي بكل فرحة بتجري جنبه وبيروحوا مع بعض لبداية جديدة مفيهاش رصاص ولا موت. وبكده تنتهي أحداث فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت، ولو أول مرة تتفرج علينا ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد في عالم السينما. أشوفكم في الحكاية الجاية، سلام.